السلام عليكم، ازيكم يا بنويت؟ عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد من ياتي سمايل. ان شاء الله النهارده هنفتح اوردر بتاع ماي واي شهر 12 شهر ديسمبر. يلا بينا نشوف جبنا ايه. يلا بينا نشوف اول كرتونه فيها ايه. طبعا عندنا الاكياس، تمام، وادي الفاتوره. واسهل حاجه طلعت عندنا هي البرفانه الرجالي بتاع الدارك. تعالوا نفتحها مع بعض. كنت جبت دارك دي قبل كده زمان، فانا مش فاكره ريحتها خالص. ده شكلها من جوه. خدوا بالكم ان الحاجه متسلفنه، عشان بس لما تروحوا تشتروا حاجه او تجيلكوا حاجه مفتوحه اعرفوا ان هي مبخوخ منها. شكلها شبابي شويه. طيب هي ريحتها يعني مش كلاسيك، هي ريحتها كاجوال شويه، فقعه حبتين، فقعه يعني هي مش كلاسيك، بس هي ريحتها حلوه للناس اللي هي مش بيحبوا العود والحاجات دي. لا، هي بعيده عن الكلام ده خالص، هي مش كلاسيك خالص. تعالوا بقى نشوف سعرها كام. بصوا ده سعرها وده الكود بتاعها. اهي برفانه دارك، هي 50 ملي، سعرها 42 جنيه ونص، وده الكود بتاعها، تمام، اللي هو هيكون 5892. ده الكود بتاعها. اللي بعده عندنا خلطة توابل الرز الهندي المبهر. انا بحبها جدا الخلطة دي من زمان جدا، وانتوا عارفين يعني من 3-4 سنين وانا على طول بجيبها. بحبها قوي مع الرز البسمتي والرز المصري العادي جدا برضو. اما بحب اعمل برضو رز مصري كده بالبسلة والجزر، معلقة منه بتبقى حلوة قوي، او معلقتين كده بتديله طعم حلو. مع الرز البسمتي برضو بتكون خطيرة جدا ما شاء الله، فبجد حلوة. تعالوا برضو نشوف سعرها كام. طيب سعره 8 جنيه ونص، ده سعر فاتورة. الكود بتاعه 9351. تعالوا بقى هنا في ايه، شوية حاجات دلع كده. بصوا دي ايه بقى؟ دي تقريبا البلاشر، مش متأكدة. ده لا، ده زلال العيون. يا رب يا رب يا رب ما يطلعش مكسر يا رب، عشان انا دايما اعهد للشركه دي بان هي حاجتها الحاجات دي البودر دي بتيجي مكسره. لا والله الحمد لله يا رب. اهي دي الوانها، تمام، حلوه جدا والله برضو، تمام كده. تعالوا بقى نشوف سعرها كان كام. طيب الاي شادو السداسي بيبقى فيه منه لونين على فكره، خلي بالكم. ده كان ب57 جنيه 75 قرش، والكود بتاعه كان 8 كام دي؟ 8319. 8319. اللي بعده ده اللي هو 3 في 1. المفروض ان دوت اللي هو روج وبلاشر وتنت، ده اللي بيبقى مكتوب عليه روج وبلاشر وتنت. فتعالوا نشوف. هو ده طبعا الباكج مش احسن حاجة في الدنيا، بس يعني ايه، يا رب يكون بيأدي الغرض. ده اللون درجة البينك بتاعتها. خلي بالكوا عشان الدرجات الحقيقية مش بتبقى زي اللي في الكتالوج قوي. بصوا هو مش بودر، هو كريمي، هو كريمي كده مش بودر، تمام. الثبات بقى الله اعلم، هنجرب طبعا ونشوف. فشايفين هي باينه قوي اهي ان هي مش بودر، لا هي كريمي. ال3 في 1 ده، تمام. بص انا اول ما قفلتها، فهي نفسي بس يظبطوا الباكج بتاعهم، عشان الباكج مش حلو خالص. ده كان ب21 جنيه 75 قرش. ده اللون البينك منها، الكود بتاعها كان 8136. بعدين عندنا اكيد فازلين الخوخ. انا جبته معاكم 60,000 مرة. انا بحبه جدا 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 للجسم، بيبقى حلو قوي للجسم وللايدين، بيدي ريحة مش طبيعية. احسن ريحة فيهم هي والعنبر بالنسبة لي. طبعا الروائح كلها تحفة، بس الخوخ يعني ليه حاجة في قلبي كده، لا ريحته بتبقى مميزة كده وحلوة يعني. بيبقى بصوا زي ما انتوا شايفين كده تقيل، ما هوش خفيف، هو فازلين تقيل يعني، فاهمين؟ حاجه فازلين تقيله خالص، تمام. اكيد كلكم عارفينه يعني، هو اشهر من نار على العالم.
زي ما قلت لكم بيستخدم للجسم وللايدين، ما بيستخدمش الوش نهائي. كان سعره 18 جنيه 75 قرش، الكود بتاعه كان 2073. بعد كده عندنا اللي هي مخمرية هاني مون للشعر. انا ما جربتهاش قبل كده خالص على فكرة، المخمرية دي لسه اول مرة هجربها معاكم، لكن بقية المخمريات انا جربتها معاكم كلها. رجعوا بقى الفيديوهات القديمة، هي مخمرياتهم الصراحة حلوة، واحلى مخمريات فيهم اللي هي مخمريات الساعة اللي بتبقى صغيرة، جايبة منها برضو هبقى اوريها لكم. دي شوية بتلزق يعني، شوية بتدي احساس التلزيق، لكن الساعة الصغيرة دي خطيرة الصراحة. بص بيبقى قوامها سائل شويه، مش فازلين، لا قوامها سائل شويه. ريحتها بقى ايه؟ ريحتها حلوه قوي، ريحتها حلوه جدا. دي بتاعت العصا، بتاعت العصا ايه؟ لا يا حبيبتي حلوه جدا. تعالوا نشوف الكود بتاعها. عامله 42 جنيه ونص، الكود بتاعها 5892. هي دي بقى فازلين الساعه اللي انا قصدي عليها، اللي هي بتبقى صغيره، جبت منها جولدن تاتش. روايحهم كلها نفس روايح البرفانات عادي، تمام، تبقى صغنونه كده. شايفين هي قد ايه اهي، اللي هي مسميها مخمريه الساعه، هم مسمينها كده حتى. بس دي بقى حلوه جدا جدا، انا مش بستخدمها غير ورا الودان، خطيره ورا الودان وعند الرقبه، بس بتقعد معايا يعني فتره حلوه جدا، مش اقل من شهرين. البتاعه الصغيره دي ما تقعدش معايا اقل من شهرين. ليه؟ لان انا بستخدمها زي ما قلت لكم ورا وداني وعلى رقبتي بس. جميله 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 وقت النوم، يا تحفه فعلا تحفه، ورخيصه جدا. هقول لكم دلوقتي كودها وسعرها. سعرها كان 10 جنيه ونص، والكود بتاعها 7225. هما بيقولوا ان هي بتقعد 24 ساعه، هي طبعا مش 24 ساعه، بس هي فعلا بتقعد مده حلوه جدا. يعني مثلا طول فتره ما انت صاحيه مثلا حوالي مثلا 8 9 ساعات هتفضل ريحتك موجوده فيها كده، جميله فعلا. طيب الكيس ده كده خلاص تمام، يلا بينا على اللي بعده. ده كده خلاص وده خلاص. تعالوا بقى هنا. بصوا، اول حاجه جبت معطر بتاع بريز ده بريحه العود. انا ما جبتش اللي يعني ما جبتش البخاخ ده الغيار، عشان انا عندي بخاخات كتير فاضيه يعني، فحرام ادفع فلوس فرق. بتبقى ارخص يعني، الغيار اللي من غير بخاخ بيبقى ارخص، وانا عندي البخاخ اصلا. انا بحب جدا ريحه العود، انا من عشاق العود والمسك والحاجات دي. يلا بينا سعره وكوده. كان عامل 20 جنيه والكود بتاعه 3484. سعر 20 جنيه على المعطر في الايام دي الصراحه سعر رخيص. وعلى الثبات زي ما قلنا بيقعد 5 ساعات تقريبا، فهو ده برضو مده معقوله وحلوه. احسن معطر انا جربته في حياتي يعني بره الشركات فريده. بتاع فريده ده جميل جميل جميل. وفي واحد في هايبر انا مش فاكره اسمه قوي، بس هو بيبقى لونه ابيض برضو، لو عرفت اوريلكوا صورته هوريلكوا صورته. ده يعني معطر برضو خطير. من الشركات من ماي واي بيور اير. بيور اير اللي لونه بينك بتاع المطابخ ده، برضو ثباته تحفه جدا جدا وريحته تحفه. بعديه بتاع فان داي بتاع اوبال. فان داي بتاع اوبال ده برضو جميل 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 يعني. وبريز بقى بتاع ماي واي. جبنا ايه تاني؟ هات اللي وقع ده مزيل العرق اللي هو بيقولوا بيقعد يومين، ده اللي هو بريحه العود. انا طبعا هو ما بيقعدش فيش مزيل عرق بيقعد يومين، ولو بيعمل كده فهو خطر يعني مش كويس. بس هو كويس وحلو كريحه. انا مش بجيبه طبعا كمزيل عرق خالص، انا بستخدم الخلطه اللي انا قلت لكم عليها الطبيعيه، بطحن شبه مع حجر مسك واحط منهم معلقتين 3 كده على اي كريم ترطيب عندي، جلايسوليد، نيفيا، اي كريم ترطيب عندي. ده كده بالنسبه لي ده مزيل عرق. لكن الحاجات دي انا بستخدمها على الاكتاف يعني، قريبه من المنطقه بتاعت مزيل العرق ده عشان الاسمرار والحاجات دي. لكن ريحته الصراحه جميله. سعره 15 جنيه ونص، والكود بتاعه 4491. صح مش هو ده؟ 4491 تمام اهو باين عندكم كده تمام. بعد كده عندنا دي برضو اول مره اجربها، اللي هي كولونيا ماي بيبي. ما جربتهاش قبل كده خالص، فقلت اشوفها عامله ايه وثباتها عامل ايه. المفروض ان هي ما فيهاش كحول خالص. بصوا هي ريحتها صابون،
بالظبط، ريحتها صابون، الصابون بتاع الايدين، بس هي دي ريحتها، كانك غاسله ايدك بالصابون بتاع الايد. فهو طبعا انا جايباها للعيال نجربها عليهم يعني، فنشوفها ونجربها ونشوف ثباتها عامل ايه ونعمل عنها ريفيو. سعرها عامل 15 جنيه ونص، والكود بتاعها 213 ولا 6 تقريبا، 36 تقريبا، دي 36. بس دي كده الكرتونة الأولى خلصت، يلا بينا على الكرتونة التانية. حلو، الكرتونة دي بقى بتاعت الأكل، يلا بينا على الكرتونة على طول. طيب أول حاجة عندنا اللي هي النعناع، طبعا المشاريب كلنا زي ما انتوا سامعين صوتي كده، البرد بقى والكحة والدور اللي ماسك العيال وماسكنا معاه ده، فجبت النعناع وينسون. تمام، تعالوا بقى نشوف اسعار الحاجات دي ايه. طبعا انتوا عارفين دي باكيتات فتله فيها 12، كل باكيت فيه 12 قطعه. تعالوا نشوف الاسعار والفواتير. بصوا ادي اليانسون والنعناع. اليانسون كان عامل الواحده 9 جنيه ونص، فالاتنين ب 19. النعناع كنت جايبه قطعه واحده ب 7 جنيه 75 قرش، ودي اكوادو. تمام. بعدين دقه الزعتر، نفسي هفتني قوي 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 على دقه الزعتر، انا من عشاقها. عارفين الزعتر اللي بسمسم وبنقوم عاملينه مع زيت زيتون او زيت حتى عادي، وبعدين تقعدي تغمسي بالعيش، ياه جميله قوي الاكله دي. امي طول عمرها واحنا صغيرين كانت بتاكلنا الاكله دي، وساعات تعمل لنا سندوتشات واحنا رايحين المدرسه بدقه الزعتر دي. فعشان كده يعني تحس انه يعني جت في بقي كده طعمها. بصي هي بتبقى كيس جوه كيس كده اهي، هي بتبقى بالظبط كده اهو الزعتر. تمام، وادي السمسم معاها، وتقومي بقى ايه خلطها مع شويه زيت، وسلام بقى لو زيت زيتون، جميله جميله جميله. وتعمليها سندوتشات العيال، بتبقى حلوه قوي 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 قوي، انا بعشقها. في ناس ما بتحبهاش بس انا بعشقها. بتتحط على ايه تاني؟ بتتحط بقى لو انت مثلا عامله شويه جبنه وعايزه تغيري من طعمها، ممكن تحطي بقى كانها توابل، ترشي على الجبنه كده مع الزيت وتقلبيها، يعني زهقانين من الجبنه، فبدل ما بنعمل جبنه بطماطم لا بتعمليها جبنه بالزعتر بالزيت وتقلبيها، برضو بتبقى طعمها حلو قوي. كده بقى الاكلات الخفيفه دي بقى، لكن انا جايباها عشان اكلها كده زي ما قلت لكم. تعالوا بقى نشوف الكود والسعر. بصوا سعرها 9 جنيه ونص، والكود بتاعها 9347. جبت بقى شويه توابل، التوابل بتاعتهم على فكره برضو حلوه، هي غاليه شويه يعني، بنجيبها من العطار ارخص شويه، بس ماشي الحال، حلو ها جميل. دي كزبره مطحونه، ودي توم مطحون. بصوا الكميه حلوه مش قليله يعني، هما برضو حاطين كميه حلوه فيها بس يسيره شويه. تمام، تعالوا نشوف الاسعار عامله ايه. بصوا ال 52 جرام الكزبره عندك عامله 7 جنيه وربع، الكود بتاعها 9002. الثوم البودر عامل 12 جنيه ونص، والكود بتاعه 9012. الدويتو انا بحبه جدا الصراحه، بحب النسكافيه بتاعهم. ده الدويتو بلس اللي فيه سكر. التاني الدويتو التاني اللي هو مش بلس ما فيهوش سكر، بس قهوه وكريمر من غير سكر، عشان الناس اللي عامله دايت او عندهم السكر. بيبقى فيه بقى 12 باكت، وبتستخدميهم على شويه ميه سخنين، عايزه تحطي لبن على ميه تمام، انت بقى وشوقك. اهي هي بتبقى باكت عادي جدا زي النسكافيه اللي هو 3 في 1 عادي خالص، ده اللي بالبندق. طيب سعره كان كام؟ كان عامل 23 جنيه 75 قرش، وده الكود بتاعه 9369. اخر حاجه في الكرتونه دي بقى عشان نروح على الكرتونه الاخيره، جبت ام علي، احنا شتا فانتي عايزه بقى حلبسه، عايزه ام علي كده خارجه من طاجن في الفرن بالحليب وعليها قشطه كده من فوق وتاكليها وهي ملهلبه. عايزه كده الرقاق والحاجات اللي بجوز الهند والسوداني والمكسرات، الاكلات دي يعني شتا. فجبت ام علي بالقشطه برضو، وادي اللي انت بس محتاجاه، عايزه بس لتر حليب يعني كيلو حليب و3 معالق سمنه او زيت بس، شكرا. وتقومي حطاها في الطاجن بتاعك وترمي في الفرن، تحطيها في الفرن، ما انتش محتاجه اكتر من كده. تعالوا اوريكم مكوناتها من جوه. افتح بقى حاسه يصير اهي، ده العيش اللي بيبقى جواه. على فكره انتوا تقدروا تجيبوه من بره عادي برضو. ودي القشطه اللي هي بتبقى بتاعتها، دي بتتعمل ازاي، كنت عامله لكم فيديو على فكره عنها. بتبقى القشطه بتاعتها اهي. فين القشطه؟ تجهيز الكريمه اهي.
في وعاء، ويضاف ليه تلت كوب من اللبن المثلج. انا بحط ميه على فكره عادي، واقعد اضرب فيه بالكهرباء لحد كده ما يبقى عامل زي الكريم شانتيه. احطه على الوش، واقوم يعني بعد ما بتحطي معالي دي في اللتر الحليب اللي انت مخليه عامله له سكر ومحلياه ومظبطاه، تقومي حاطاه عليه، وعلى الوش تقومي حاطه الكريمه اللي انت عملتيها دي، وتقومي حاطه البرام او حاطه الطاجن في الفرن، وتسيبيه لحد ما كل ده يتشرب، وتطلعيه بقى سخن كده، وتتلموا عليه انت والعيال وتقعدوا تاكلوا وتتفرجوا على فيلم جميل جدا. دي كانت عامله 16 جنيه 75 قرش، والكود بتاعها 9109. خلاص عشان ما اطولش عليكم، دي كده اخر دي الكرتونه خلاص، اخر حاجه في الكرتونه دي. تعالوا بقى على اخر كرتونه وخلاص. يلا بينا على اخر كرتونه، وانا متحمسه جدا جدا في الكرتونه دي لبرفانة ديفا. انا عمري ما جربتها ابدا، وكنت هموت واجربها، اخيرا الحمد لله جربتها. يلا بينا نشوف الكرتونه دي فيها ايه. برفانة ديفا، يا رب يا رب تطلع كده من الروايح اللي في بالي، اللي هي الروايح الشرقي اللي فيها عود ومسك وبخور، الحاجات الحلوه دي. يا حبيبتي، شايفين الباكج بتاعها عامل ازاي؟ الصراحه حلوه قوي برضو، لو عروسه او كهديه او كده، شكلها فخم وشيك كده. يلا على البرفان، بصوا بقى شكل البرفانه، واو. لا اكيد دي مش البرفانه دي مش هتترمي، هفضل اخدها كده واركب فيها، لانها دي بتتفتح عادي، بتلف كده وتتفتح. اكيد عمري ما هرمي البرفانه دي ابدا ابدا. الباكج بتاعها خطير، يا رب الريحه. واو، الريحه بتاعتها جميله، لا ريحتها شيك وفخمه، جميله جميله. بس دي الناس اللي بتحب العطور الشرقي، العطور العود والبخور لا جميله 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 جميله، ولما كل ما بتهدى بتبقى احلى. تحفه، حلوه جدا، عجبتني. بس هي مش رخيصه. تعالوا بقى اقول لكم سعرها كام. بصوا سعرها 83 جنيه، وكودها 5360. هي سعرها مش رخيص، انا قلت لكم سعرها مش رخيص، لان 83 جنيه دي ممكن اروح اركب بيها برفانه تانية وممكن يكون ثباتها احسن، بس انا كان فضولي ان انا عايزه اجربها، والصراحه ريحتها حلوه جدا جدا جدا. يلا انا همد ايدي كده واللي يطلع معايا بقى. اللي طلع معايا اللي هو الصابون بتاع الايدين. في واحده تانية اهي، هي بتبقى 1+1 اهو. ده الصابون ده جميل وريحته حلوه. احسن ريحه فيهم الابيض اللي اسمه وايت، ريحته جميله وشيك قوي، وريحه الاحمر برضو حلوه جدا. لو هاخدهم بالترتيب الصراحه هم كلهم روايحهم حلوه. انا جربت البنفسجي والابيض والاحمر، الثلاثه حلوين، بس اللي جه على قلبي قوي الابيض، ريحه الورده البيضه اللي فيهم دي جميله، والاحمر كمان حلو. تمام. هو مطرب شويه معلش، تقله على فكره تقيل مش خفيف، هو تقيل مش خفيف، وحاجه كده يعني فخمه في الحمام، مش حاجه تحس ان هي تضايقك، لا هي يعني حاجة تقيلة وجميلة كمان. سيبوكم من التراب ده عادي تحت الحنفية وهيتغسل. تعالوا بقى نشوف سعره كام. تمام. السعر الاتنين مع بعض ب63 جنيه ونص. سعر الواحدة فيهم قرب نص كيلو، يعني هما 2 1+1. اهي التانية بتبقى مجانا والأولى بتبقى بالسعر، فواحدة وواحدة ب63 جنيه ونص، فهما تقريبا قرب كيلو هما الاتنين، فالسعر حلو جدا ومعقول. يلا بينا على اللي بعده. جبت الدوني ده اللي هو سيكريت، اللي هو منعم الملابس وكده، لمسة جاذبية، بس انا مش جايباه للهدوم، لا ما بستخدمش منعم للهدوم الصراحة. انا جايباه بحطه على المعطرات، يعني بحطه في مية واحطه في الحمام، بيبقى ريحته حلوة كمعطر للحمام برضو. هو ريحته فاقعة وحلوة. بص هو مش احسن ريحة بالنسبة لي، بس ده اللي كان عليه العرض، يعني مش هو الذهبي ده مش احسن ريحة بالنسبة لي، يعني مش عارفة، يعني هو مش بيستهويني قوي، بس هو اللي كان عليه عرض وكنت محتاجة، يعني كان خلاص هو خلص التاني عندي. بملى البخاخة عندي، بملى نصها من ده والنص التاني مية، وبعمله معطر للحمام. بس يعني لو في عرض تاني غير الذهبي اختاروا حاجة غير الذهبي. كان عامل 32 جنيه وربع، وده الكود بتاعه. الكود بتاعه فينك اهو،
33 6 4. بعد كده عندنا باور الدهون. طبعا باور الدهون بقى احنا عارفينه، هو ده اللي من غير غيار. الصراحه انا بحب الباور بتاع الدهون بتاع اوبال اكتر من ماي واي، مش عشان هو احسن في الجوده، لا عشان ده ريحته بتموت الصراحه، ريحته نفاذه قوي 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 زياده عن اللزوم. بتاع اوبال لا، ريحته اهدى كتير عن ده، بس يعني محتاجه دلوقتي حالا فجبته. تعالوا نشوف سعره كام. سعره 19 جنيه، الكود بتاعه 3265. دايما لو عندك البخاخه ما ترميش البخاخه عشان خاطر بعد كده تشتري الغيار بس، فهيوفر عليكي فلوس حلوه يعني. طيب بعد كده عندنا ايه؟ عندنا بتاع التلاجة. ده بقى ماما بتحبه جدا، والدتي بتحبه جدا جدا، وكمان انا بحبه، بس هي بتحبه قوي ليه؟ الصراحه بيلمع التلاجة، بيخليها فله التلاجة. ولو عندك قطعه المطبخ بتاعتك ألموتال بتلمعه جدا جدا جدا، وهو امن على الاكل لان هو ما فيهوش اي حاجه. الميكروويف بتاعك، الفرن بس ما فيهوش دهون، يعني الحاجه نظيفه، يعني هو مش مذيب للدهون. التلاجة عندك يعني الفريزر الصراحه بيشيل الصفار قوي 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 من غير اي دعك والكلام ده خالص، بفوطه بس كده بلاقي الحاجه في الفريزر وفي التلاجة نطفت جدا. كان عامل 23 جنيه وربع، الكود بتاعه 33 41. ومن الفازلين جبت الريحه التانية اللي هي بالعنبر، الواكس زي بتاع الخوخ، جبت منه الريحه التانية، كان برضو الاتنين بنفس السعر. طبعا البقيه اللي الكيس اهي، كيس ما شاء الله بيبعتوا كيس كتير قوي. وعندك اللهلوبه جبتها المره دي بالليمون. انا بحبها زي ما انتم عارفين، بحب استخدمها حته صغيره كده خالص في غساله الاوتوماتيك، بقوم جايبه حته بصباعي كده ومسحها في اي حاجه في الهدوم ورميها في الغساله وتشتغل غساله، بتنضف وبتدي ريحه حلوه جدا. بستخدم كمان حبه منها على صابون المواعين، بيوفر لي جدا 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 في صابون المواعين، وبيلمع الازاز قوي 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 قوي. ولا بحسه كده بيشيل لو انت عندك زفاره سمك ولا حاجه، بتشيل منه كتير قوي. زائد ان انا باخده كده كخام على ظهر الحلل من بره لما بتسود منك شويه الاستانلس والكلام ده، والتيفال كمان مع السلكه الناعمه بيعمل شغل عالي قوي. بحبه جدا برضو في البوتاجاز، لما الاقي البوتاجاز بتاعي بقى الحوامل بتاعته وصلت كده لمرحله مش حلوه، برضو بيعجبني جدا فيه. فاللهلوبه بصراحه لا غنى عنها في اي حاجه، كلنا عارفين اللهلوبه، يعني ما ينفعش البيت يبقى ما فيهوش لهلوبه. كانت عامله 24 جنيه ونص، الكود بتاعها 335. انت خلصتي؟ طيب اخر حاجه خلاص في الكرتونه دي، مفيش حاجه تاني خلاص. الكيس ده، تعالوا بقى نشوف الكيس ده فيه ايه. استني يا سيره لو سمحت. ماشي يعني. بصوا ده بس يا سيره لو سمحتي، ده اللي هو منظف الاحذيه والشنط الجلد، عشان في واحد تاني للكوتشيات. خلاص كلنا عارفينه الصراحه حلو، ما برضو ما يعني ما ينفعش يخلص من البيت. ليه؟ لانه بيلمع الجزم انا اسفه يعني والشنط بس الجلد. اما الكوتشيات لا، لازم تجيبي التاني بتاع الكوتشيات. سعره كام؟ عامل 13 جنيه ونص، والكود بتاعه اللي هو 33 48. اخر حاجه بقى عشان خاطر انتوا زهقتوا مني جدا، ده مزيل المونوكير، مزيل طراء الاظافر. انا جبت منه قطعتين، واحده ليا وواحده لحبيبتي. اتنين منه انا الصراحه ما جربتوش، انا كنت مجربه اللي هو الاصدار القديم بتاعه اللي كان في ازازه بيضه، ما كانش احسن حاجه، بس يعني كان بيشيل حلو، بس مش زي الماركات التانية اللي بره الشركه يعني. خصوصا ان سعره برضو مش رخيص قوي. طيب هو ريحته فاقعه شويه، بس الجوده بتاعته بقى هنبقى نجربها مع بعض. تعالوا نشوف بقى سعره كان عامل ايه. الواحد منهم كان عامل 25 جنيه. هو طلاء اظافر بفيتامين اي، طبعا انا مش عارفه الكلام ده صحته ايه. هو الكود بتاعه 55 30. بس كده، ده كان اوردر الشهر ده. يا رب اكون قدرت افيدكم باي حاجه وقدرت افيدكم بالاسعار. انا بعمل دايما فتح كراتين بالاسعار، عشان عارفه ان بتبقى اهم حاجه عندنا هي الاسعار. فيا رب اكون قدرت افيدكم. ما تنسوش بقى تشجعوني باللايك وتعملوا لي كومنتاتكم الحلوه اللي انا بحب اشوفها دايما. سلام عليكم، اشوفكم الفيديو الجاي.